انا اسمي يوسف، البحر ده ملعبي. شغلي كان كله في الميه، كنت بغطس واطلع اي حاجه ليها قيمه. طب الحاجات دي كنت بجيبها منين؟ من اي سفينه غرقانه. البحر ياما فيه حديد، نحاس، اي حاجه تتباع فلوس. بنشغل الشغل يا بيه. الناس في المكان اللي بركب فيه مركبي كانوا بيسموني صياد الخرده. بس في مكان غرقان مش زي اي مكان تاني. مكان على خريطه قديمه اسمه مقبره السفن. البحارة الكبار في السن كانوا حتى بيخافوا يجيبوا سيرته، بس اخوك يوسف قلبه حديد. بيقولوا ان المكان ده اللي السفن بتروح فيه عشان تموت، بس هم غلطانين. المكان ده مش مقبرة، ده عامل زي غرفة انتظار كده بتستنى فيها. بس انا كنت غبي وطماع. الحكاية بدأت بقهوة بلدي عند البحر. قابلت هناك بحار قديم اسمه الريس مرجان. الراجل ده كان جلده مكرمش وكبير في السن، حاجة و90 سنة. عينيه فيها حكمة وخوف عمر ما شفتهم في وش حد. مع ان اخوك يوسف شاف كتير. كان قاعد بيبص لكوباية الشاي كأنه بيشوف فيها شريط حياته. قعدت جنبه كلمه جابت كلمه لحد ما حس ان انا مش مجرد شاب طايش، حس اني بفهم في البحر زيه. مد ايده في جيبه وطلع خريطه قديمه، خريطه شكلها جلد كده وما شفتش حاجه بالشكل ده قبل كده. قال لي بصوت واطي كانه خايف ان حد يسمعنا من الناس اللي حوالينا: يا يوسف يا ابني، انا ارتحت لك، وانا بقالي 50 سنه محدش يعرف عن الخريطه دي حاجه، عشان انا خايف منها وخايف عليها.